حبيبنا صلى الله عليه وسلم. إذن هم عايشين حالة الفناء، والفناء هذا لغة هو الموت، يعني عندنا احنا يعني فنى الشيء يعني خلاص انقضى واندرس، يعني نعرفوا احنا شرعيا قال فناء معناها مات، ولكن عند سيادنا يقصدون به الفناء الأصغر، يعني الموت الأصغر. يعني لازمك تموت موتة صغرى، ما تعود لاهي وش يقولوا الناس، لا وش تقول النفس، يعني كما يقولوا سيادنا يعني لا تكون مشغولا بحسك ولا لا مشغولا بنفسك ولا مفتونا بحسك، ما تكونش معامل. إذا غلقت هذه المنافذ قدر المستطاع وتحتاج إلى مجاهدة باطنية بحيث أن ما تلهاش للناس، لا سيما في الزمن في وقت يعني فيه ما فيه من الدنيا، يعني أخرجت الأرض وأثقالها من زخارف الدنيا. كي تغلق هذه المنافذ تفتح العين الباطنية أنذاك تعيش في هذا الله. تقول يا سيدي أنا درك باش نعيش هكا مباشرة وأنا جالس ونعيشها في لحظة ما ونبدأ نتخيل ونعيشها، أو تحضر لي الشياطين وكذا ويفتنوني ما يخلوني. لهذا أمرنا بكثرة الصلاة عليه الصلاة والسلام. إذن ماذا تفعل الصلاة؟ الصلاة ماذا تفعل؟ الصلاة تخدرك ولكن بطريقة نورانية. كيف؟ أنت حينما تصلي على سيدنا رسول الله ماذا يحصل لك؟ قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلى الله عليه 10، من صلى علي مرة صلى الله به عليه 10. صلاة الله سبحانه وتعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. هيبدأ النقلة يعني من عالم الحس الذي هو ظلمات أغيار إلى عالم الأنوار، يخرجك من الظلمات إلى الأنوار. تقول لي معنى أنا إذا صليت صلاة واحدة خرجني ربي من ظلمات النور، خلاص وراها النور. نقول لك لعلك أنت منغمس مستغرق في الظلمات، تحتاج كذلك إلى درجات لتستغرق في الأنوار، فالصلاة تلو الصلاة تلو الصلاة وهكذا حتى تخرج. ليس أن فعل الله ناقص، لا، ولكن أنت ناقص، قابليتك ناقصة. لو كانت المرآة التي تعكس تلك الأنوار صافية لكانت يعني من أول لحظة، ولكن يقول لك البعض أكثر من الصلاة على سيدنا رسول الله وما أشرق القلب بالأنوار. نقول لعل لا زالت الصلاة تطهرك من الأغيار، الصلاة مزارها لا تطهر فيك، يجي وقت إن شاء الله، ولكن اصبر وما تخلطش ياسر. راه إلا كنت تخلط اللي تخلطه في النهار الليل وردك هذاك لا يصفي تاع النهار وخلاص، يعني راك عايش دائما في الصفر. ولكن أصفى تتصل بالمصطفى صلى الله عليه وسلم. نحتاج إلى قليل من الصفاء مع الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فسنتصل، باش تكون يعني المرآة مجلوة يعني هكذا. هبدت تجي الأنوار إذن إلى القلب. طبيعة النفس الإنسانية أنه الشيء المشغول به اللي تعودت عليه هو اللي تعود تتلذذ به، وهو اللي تستأنس به، وهو اللي تعيش به. خلاص طبيعيا يعني احنا اليوم تروح لأي بلاد من البلدان تلقى العادة الأكل اللي راهم يأكلوه هو اللي راهم عايشين به، بحيث أنك تروح لبعض من البلاد الذين يأكلون الحشرات أعزكم الله، تجيب لنا الحشرات احنا هنا كلنا نشوفها والأكل موضوع ما نأكلش ولا نأكلها، صح خلاص هذاك هي طبيعتهم ومزاجهم اقتضى ذاك الشيء. كيف؟ هي النفس ما عودتها تتعود. وش عودت نفسك تتعود؟ معناه كما أن الهوى يأتي شيئا فشيئا كذلك ينسلي شيئا فشيئا، يتسلى منه الإنسان شيئا فشيئا. أنا درك بطبيعتي نحب الأغيار، أكل شرب يعني النوم نساء كذا كذا، فإذا أردت أن أخرج لابد أن أنقل قلبي يعني شهوة النفس شهوة الباطن هذه إلى الأنوار شيئا فشيئا. فلو جبت واحد إنسان بطبيعته يحب الشهوات والله يفعل المعاصي وتدخله وتحطه في مجلس علم، ممكن يعني 5 دقائق 10 دقائق ما تش يصبر، يبدأ يتحرك ويتحرك، وهي راها طبيعة النفس مش طايقة تصبر، مش بيه جسمه ما تحملش هكذا. كنت تحطه في قهوة يقعد 10 سوايع عادي، الطبيعة تاع النفس. العكس كذلك،
تروح لواحد من طلبة العلم أو من المريدين تحطه في قهوة ولا تحطه في مكان يعني فيه الناس عام هكا ولا السينما ولا شيء من هذا، 5 دقائق ما يطيش، نفسه ما تطيش، تضيق عليه الأرض بما رحبت. إذن طبائع النفوس. ما معنى هذا؟ معناه نحن الآن مشغولين بالحس، فإذا أردنا أن ننتقل إلى عالم الأنوار لابد أن ننتقل به شيئا فشيئا. المثال على ذلك بسيط جدا. علاه الواحد منا كيجي يقوم في الليل ركعتين يشوف في روحه داير حاجة كبيرة ياسر، كاين ولا لا؟ المريد الذي سأل شيخه ما أعان الصالحين على قيام الليل، ما هوش قيام ليلة ولا مبات ليلة، هذا راه 40 سنة وأنا أصلي صلاة الصبح بوضوء العشاء، يقول الشيخ سبع القادة قدس الله سره 40 سنة. وأعظم كرامة هي في الاستدامة على الاستقامة، هذه أعظم كرامة. نطيق نستقيم نهار، ساعة، عام، ولكن 40 سنة هذه أعظم كرامة. السبب ماذا؟ أن الطبيعة صارت نورانية، صار أكلهم وشربهم التسبيح والتحميد، أنهم عاشوا مع الأنوار تغذوا بها، فصار أحدهم ما عن الصالحين على قيام الليل قالوا ما يجدون من لذة المناجاة لله سبحانه وتعالى. نعم. إن الليالي للأنام مناهل تطوى وتنشر بينهن الأعمار، فقصارهن مع الهموم طويلة وطوالهن مع السرور قصار. كي تعود واحد في ليلة مثال من ليالي الأنس تلقاه يعني يضرب 3 سوايع 4 5 يقول كملت في الساعة السهرة، ويوقف الإمام باقي يصلي به صلاة الجنازة 4 تكبيرات مع شيء دعاء صغير أطال بنا، يقول قداه 5 دقائق أطال بنا، صلاة الجمعة نصف ساعة أطال بنا، ويبقى في السهرة بكذا ما أطال. ذاك ما اشتهته النفس. نعم. إذن فإذا أردنا أن ننقل أنفسنا من هذه النقلة لابد علينا أن نكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لتنقلنا هذا. يصلي علينا الله سبحانه وتعالى 10 فتحل الأنوار في القلب، وتلك الأنوار تعالج القلب، تغير من مزاجه من طبيعته، فتصير النفس تتشهى الأنوار، تتغذى على الأنوار. نعم. وتبدأ الطبيعة تقلب شيئا فشيئا، تتحسن المنامات، تتحسن الأخلاق، يصير الإنسان يحبب إليه الإيمان وتكره إليه المعاصي. ثم تصلي عليك الملائكة فتتقرب منك العوالم الروحانية وتبتعد منك الشياطين، فتصير أنت في حصانة من المعاصي ومن لأن الطبيعة أن الإنسان كما قال صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن يهرب الشيطان، وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر إذا الإنسان كذب كذبة يهرب منه الملائكة كذلك مسيرة كذا ميل. المعصية تقرب الشياطين وتبعد الملائكة، والأذان والذكر يقرب الملائكة كما في رياض الجنة في مجالس العلم الملائكة إلى عنان السماء، ويهرب الشياطين. فضع نفسك حيث تضعها. فنحن إذا أكثرنا من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم تحل هذه الأمور. ثم الآن جاءت الرابطة الروحية. رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. رد الله علي روحي شرحناها سابقا بأنه ليس كما يقول البعض بأنه كان ميتا ثم رد الله عليه روحه، لأنه أصلا هي حياة البرزخ بماذا؟ بالروح. فأين تذهب وأين تعود؟ حياة البرزخ بالروح. كيف ردد الله علي روحي؟ هم كلهم أرواحهم أهل البرزخ مردودة عليه، فمن كان في العذاب في العذاب، ومن كان في النعيم في النعيم، ومن كان في الحضرة في الحضرة، ومن كان هو أساس هذه الحيوات كلها صلى الله عليه وسلم. إذن رد الله علي روحي عندها معنى آخر، وهو أنه قال اللهم الرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم، هو في رفقة الله سبحانه، فاستوى وهو بالأفق الأعلى، فهو متوجه في خلوته الأحدية إلى الله سبحانه وتعالى، لا التفات أبدا، إلا إذا دق عليه الباب أحد محبيه صلى الله عليه وسلم. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. أفضل.
حدث بنعمة الله أفض، حدث من التحديث، من الحداثة يعني. حدث النعمة دائما، جددها بالواسطة العظمى صلى الله عليه وسلم. حينما يتوجه إلينا من الحضرة صلى الله عليه وسلم، هاي توجهت إلينا الروح المحمدية، ماذا سيكون آنذاك؟ نضع نقطة ونرجع. الروح الشيطاني فهمنا ماذا سيكون. الشيطان مرات يفهمنا جيدا. ماذا يفعل الشيطان إن توجه إلينا؟ يوسوس في صدور الناس، يضل الناس، يدخل الناس إلى النار، يمشي بالناس إلى الهاوية، يصير عبدة الشياطين، يمسهم شيطان، يتكلمون باسم الشيطان. المهم دولة عند الشيطان. اللي يعطى للشيطان هذا ما يعطيها سيدنا رسول الله تقول لا سبحانه وتعالى. هكذا. إذن الآن ذاك تدخل إلى الحضرة المحمدية، الدولة المحمدية صلى الله عليه وسلم. فكما أن الشيطان يسري فيك مسرى الدم، كذلك يسير النور المحمدي يسري فيك مسرى الدم صلى الله عليه وسلم، فتصير آنذاك الصلة القلبية. والآن نحن نتكلم بالإشارات فقط، يعني من أخذ من القرآن ومن السنة، من ما نوصف الأعماق كثيرا. نعم. قف مع رد الله علي روحي لأرد عليه، أرد عليه. نحن حينما نسلم عليه ونصلي عليه فإنما نطلب دعاء فقط، وهو حينما يطلب أو حينما يصلي علينا أو يسلم هو يستمد من الله ويمدنا صلى الله عليه وسلم. هكذا أم لا؟ قل في هذا المدد ما هو؟ هذا الرد الذي يرد علينا هذا الجميل. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. يا ترى ما الذي سيرده علينا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تقول لي نور الإيمان شيء كبير، نور العرفان شيء كبير، يغمسنا في أنواره صلى الله عليه وسلم شيء أكبر. المهم كل ما جاء من عند الجميل فهو جميل صلى الله عليه وسلم، وكل ما جاء من عند الحبيب فهو محبوب. فالمحب له صلى الله عليه وسلم نقول له نحن لا ننظر إلى العطاء وإنما ننظر إلى المعطي. رحماك أرجوك لا أرجو منك. نحن لا نريد العطاء منه ولكن نريد ذات المعطي. هذا هو الاستغراق في الذات المحمدية صلى الله عليه وسلم. فالمستغرق نعم لا هو من أهل الرغبة، من أهل الترغيب، ولا من أهل الترغيب وأنه هو من أهل التحبيب، من أهل الحب، ثانيين في الذات مباشرة صلى الله عليه وسلم. آنذاك تبدأ الصلة الروحية به صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذن فهذه تقطع لنا خطوات تسهل علينا الطريق جدا. فمن أراد أن يشاهد سيدنا رسول الله مباشرة هكذا ويريد أن يفنى فيه تهجم عليه الشياطين، ما عنده حصانة. أما الذي دخل في الأنوار، في أنوار الصلاة عليه، الصلاة علي نور في القلب، نور في القبر، نور على الصراط. إذن أنت تعيش في النورانية، والنورانية حصانة من الظلمات. وما سلك الناس إلا بالنور. وما هو السلوك يعني؟ صلتنا بالله سبحانه وتعالى هل هي صلة حسية؟ لا، طريق معنوية. مولانا ما عندوش زمان ومكان. هذه الطريق المعنوية كيف نقطعها؟ نقطعها بالنور. فحيثما وصل التنوير يصل التعبير كما قال سيدي ابن عطاء الله. يعني وين ما وصل التنوير تاعك كذلك يوصل التطهير، ويوصل يعني التنوير، ويوصل التعبير، يوصل كلك توصل حيثما وصل نورك. هذا سيدي نجم الدين كوبرا قدس الله سره في التأويلات النجمية يقول في تفسير ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين ودنا، قال العارفون بالله وأهل الحضرة مقامهم وقدمهم يضعون حيثما وصل نورهم، حيثما وصل نورهم. قال وهو صلى الله عليه وآله وسلم لما كان نوره هو الأسمى والأعلى الخارق للحجب، نعم، قطع كل المقامات ووصل صلى الله عليه وسلم واتصل. نور سيدنا رسول الله ما يحجبه شيء. أما لا يعني سيادنا الآخرين كل واحد ورتبته في النورانية. المهم الآن هنا يبدأ السلوك. نقول يعني كل كثرة الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم، نقول إذا توجه القلب إلى الروح أو توجهت الروح المحمدية إلى قلبك آنذاك يبدأ.
فانظر أنت كم تحتاج إلى سقي، كم تحتاج إلى تنوير. فالذي يصلي 10 مثال نقول له صح لك 10 دقائق تنوير، خلاص تملات البطارية ولا مازال؟ قال أنا والو، راني عندي مع الدنيا قد عندك مع الدنيا في اليوم؟ قال أنا نعيش مع الدنيا يعني عشرات الساعات في النهار، مثال قال نعيش 10 سوايع مع الدنيا مثال. مع الصلاة على سيدنا رسول الله، مع النور قداه باقي باش تخرج من الحس إلى المعنى لازم كذلك وقت أطول. سبحان الله. شوفوا متمعن في قوله صلى الله عليه وسلم أكثروا من الصلاة علي. أكثروا، ولم يقل صلوا، أكثروا. من سره أن يلقى الله وهو عنه راض، ما هو لا في الدنيا في الجنة، ما قالش يوم القيامة ويبقى تلقى الله، إذا كنت من السالكين ستلقى الله سبحانه من هنا، فليكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. تتبعنا أحاديث التي فيها فضائل الصلاة، الكثير منها وجدناها فيها الإكثار يريد صلى الله عليه وسلم هذه النقلة، هذه باش تخرج يعني من عالم المحسوس، تخرج من حضرة حسك إلى حضرة قدسه هكذا. فبقدر ما يكون السقي، صليت 1000 تسقى 1000، صليت 10,000 تسقى 10,000 بالدوام. دائما الأمر يحتاج إلى الاستدامة بالدوام، شهر شهرين عام عامين لابد. لو كان نضربوا لها مثال يعني للاعتبار، يعني مثال لو أن إنسان ذهب إلى رجل كريم من أهل الدنيا وطرق عليه بابه في اليوم 100 مرة، وكان الشيء الذي يريده هذا الفقير من الكريم لا يسوي شيئا عند الكريم، يا ترى يفتح أم لا يفتح؟ على الأقل إن لم يفتح سيلقيها له من فوق النافذة، هاك وخليني ما تطبطب عليه كثير. كاين لا؟ الشيء الذي نطلبه من سيدنا رسول الله، هل هو إذا نزعناه منه صلى الله عليه وسلم سيفتقر؟ حاشا ولله، عنده الكثير منه. إذا طبطبنا عليه 100 مرة في النهار ما يفتح لنا؟ حاشا ولله. 1000 مرة، 5000 مرة. احسب قد راك تصلي وشوف قد راك طبطب على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كم تدق عليه الباب صلى الله عليه وسلم. تقول لي هاني أنا نصلي 5000 وما معيت نطق في الباب ولم يفتح، وما أدراك أنه لم يفتح؟ لأنه يفتح معنويا باطنيا، لعله فتح ولعلك انغمست في الأنوار وتسقى منها وأنت لا تدري. ساداتنا الصحابة، وما أدراك ما ساداتنا الصحابة، ليس كلهم ظهر عليهم الفتح، ولكن مقامهم أصغر صحابي أعظم من أكبر غوث في هذه الأمة ممن فتح الله عليهم وصار لهم. ما يدخلوش الشيطان من هذا الجانب يقول أنا لماذا لم يأتيني الفتح، ونحن لسنا نطلب الفتح. ما الذي نطلبه؟ نطلب الفناء في الذات المحمدية صلى الله عليه وسلم. كيف يكون الفناء؟ يعني حينما تضع أول قدم قلنا في الخروج عن حسك ويصير المسيطر على قلبك هو الجمال المحمدي، هو النور المحمدي صلى الله عليه وسلم من رسول الله، قول الوقت هذا هو فتحي وهذا هو السري، هذا هو فتحي وهذا هو السر. نعم، كي يكون سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلبك مسيطر، حاسب بقلبك منشغل به، بحيث أنك لو أردت أن تشتغل بالسوى لن تستطيع. هذا مبتدأ الفناء في الذات المحمدية. الصبح بدا من طلعته، الصبح بدا من طلعته، والليل دجى من وفرته، والليل دجى